ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان ميزه بحاجة مهمة جدا، وهي العقل. علشان كده كان لازم نعرف ايه هي فلسفة العقل، بمعنى أوضح ايه هي حدود العقل في التفكير. عقلك هو أعظم قوتك، لازم تتحكم فيه قبل ما يتحكم فيك. فالعقل بيكون أقوى بالصمت والتأمل، فلازم تحرر عقلك من الخوف علشان الحياة تقدر تفتح ليك أبوابها. فكل حاجة هتغذي بيها عقلك هتلاقيها قدامك. غذيت عقلك بالأحزان والهموم والمشاكل هتلاقيها، غذيت عقلك بالأمل والصبر والنجاح هتلاقيه. هي دي الفلسفة. عارفة الموضوع صعب علشان الحياة مليانة خير وشر وحزن وفرح. فيا عزيزي ويا عزيزتي، العقل ده زي المية، لما بيكون هادي هيقدر يعكس الحقيقة قدامك. هتشوف كل حاجة واضحة مش تايهة وسط الموج. فاوعى تصدق كل حاجة هتفكر فيها، علشان ساعات عقلك بيخدعك. في اللحظة دي عقلك يا إما يكون صديقك المفضل أو يكون أسوأ عدو ليك. عقلك بيتغذى بالأفكار، والأفكار هي اللي بتشكل العالم اللي حواليك بالأحداث والمواقف. فعلشان كده اتعامل مع أفكارك بحكمة. فالعقل السليم أقوى من الجسد القوي، فلازم تدرب عقلك إنه يشوف الخير في كل موقف وفي كل تجربة. فالعقل الهادي بيوصل لحلول أسرع من العقل المليان بالكركبة والفوضى. ومن هنا حط حدود لعقلك في التفكير، وغذي عقلك بالطاقة الإيجابية. جرب كده وصدقني حياتك هتتغير للأحسن.